بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الشباب المراهقين دول وبنشوف واحد منهم وهو بيعمل بونجا بونجا في المسبح. بس قبل ما نبتدي الفيديو عزيزي المشاهد ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو علشان تشجعنا نستمر في النشر، وكمان ما تنساش تعمل شير عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وتقول لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في قصة الفيلم. وعلشان ما اطولش عليكم يلا نبتدي الفيلم. المهم ده مارك بطل قصتنا النهارده. مارك بيكون ماشي وبيشوف بنت جامدة فحت، بيروح لها وبيفضل يعاكسها علشان يقنعها ان هم لازم يعملوا مع بعض واحد بونجا بونجا، ولكن الجامدة بترفض وبتتهرب منه. مارك بيتضايق وبيروح البيت ويشغل اللابتوب بتاعه وبيدخل على موقع من المواقع اللي بالي بالك، وبيفضل يعمل بونجا بونجا مع نفسه طول الليل. بتدخل عليه امه علشان تصحيه، ويا بخت السيد الوالد بيها. المهم بتقوله ان عمه ومرات عمه الروسيه جايين، وبتقوله ان هو لازم يستقبلهم كويس. وبعد شويه بيوصلوا عمه ومرات عمه البيت وبيقعدوا كلهم يتكلموا، ومارك بيكون مركز مع مرات عمه جينا واللي بتكون لابسه هدوم زلط ملط. بنشوف مارك وهو بيتكلم مع اخته، واخته بتقول له مع اني بنت بس احب اقول لك مرات عمك دي وتكه عليها شويه حاجات ربنا يبارك لها فيها يا رب. يا اخي ده انا طول الوقت كنت قاعده مركزه في لون البلوزه، محدش يفهمني صح. بتقاطع كلامهم امهم وبتقول لهم ان مهما كانت لابسه هدوم زلط ملط بس دي حاجه عاديه عندهم في روسيا، وان ما ينفعش يتكلموا كده على مرات عمهم. وبتقول لمارك ان بنت عمك جايه بكره من روسيا، وبتوصي عليها وبتقول له يهتم بيها. افرح يا ابن المحظوظه. تاني يوم بيروحوا كلهم المطار علشان يستقبلوا ناتاشا، واللي بنعرف ان هي بنت جينا مش بنت عمه، واللي بيكون عندها 14 سنه ولكن عليها عود كبريت ما اقولكش يا صديقي. بيرجعوا البيت وبيقعدوا كلهم على سفره الاكل، ولكن ناتاشا ما بتكونش مبسوطه، وعلشان كده ام مارك بتقول له يروح معاها ويبسطها، ولكن الام بتقول ده بحسن نيه. بياخد مارك ناتاشا وبيروح يفرجها على البيت، ولما بيوصلوا للاوضه بتاعته ناتاشا بتتكلم مع مارك وبتساله ازاي بيقضي وقته، وبيقول لها عادي يعني بقرا كتب بتفرج على افلام بخرج اتمشى وازق اليوم. وناتاشا بتقول له يعني انت ما بتعملش بونجا بونجا مع بنات هنا في الاوضه. ومارك بيكون محرج وفي نفس الوقت سعيد لانها طلعت خبره بالرغم ان هي عندها 14 سنه بس. بتبدا ناتاشا تحكي له عن تاريخها مع البونجا بونجا، وبتقول له ان هي عملت بونجا بونجا اكتر من 100 مره، ولكن مارك ما بيكونش مصدقها. طب والله غبي، انا لو مكانه كنت هقول لها ايه رايك نخليهم 110، محدش يفهمني صح. ولكن علشان هو مش مصدقها فناتاشا بتوري له فيديوهات ليها وهي بتعمل بونجا بونجا، وبتقول له ان هي حابه تجرب معاه البونجا بونجا. ايه يا جماعه الفيلم ده حاجه اخر قله ادب. ولكن مارك بيرفض وبيقول لها ان هم قرايب وما ينفعش يعملوا الحاجه دي مع بعض، لا محترم يلا. وبتقول له ان هي بتكره امها، وبتعرفه ان امها كمان بتعمل بونجا بونجا مع ناس كتير وانها مقضياها. فبيعرف مارك انها طالعه لامها عيله وسخه، وبالليل بتطلب منه امه ان ياخد ناتاشا بكره علشان يفرجها على المدينه. وفعلا مارك تاني يوم بيروح لهم البيت وبتفتح له الباب مرات عمه اللي هي ام ناتاشا، والكلام بيجيب بعضه لحد ما مرات عمه بتقول له ان بنتها زعلانه منها علشان جابتها من روسيا وانها بعدتها عن صحابها، ولكن هي بتعمل كل ده علشان مصلحتها. وبتاخد مارك وبيروحوا لناتاشا اوضتها، وبتفتح لهم ناتاشا الباب ولكن بتزعق مع مامتها وبتكون قليلة الربايه. وبعدين ربايه ايه بعد اللي احنا قلناه؟ دي بنت اسف عزيزي المشاهد بس انا مكمل الفيلم بالعافيه والله. وبعدها ناتاشا بتسيبها وتمشي وبيروح وراها مارك، وبتفضل تحكي له على معاناتها مع امها. وبعد ما يخلصوا كلام بيروحوا هما الاتنين لبيت صاحب مارك بتاع الحشيش، ومارك بياخد منه حشيش وبيوزعوا الحشيش هو وناتاشا، وبيقضوا وقتهم بعدها وبيكونوا مبسوطين. وبيرجعوا وبتطلب منه ناتاشا ان هي تجرب الحشيش، فبيوافق مارك وبيولعوا وبيعملوا هما الاتنين دماغ واحده. بتروح ناتاشا تفتح اللابتوب بتاع مارك وبتخش على سجل البحث، وبتشوف كل المواقع اللي هو بيدخل عليها، والمواقع بتعجبها وبتبدا تقلع زلط ملط. وساعتها مارك بيفرز هرمون التزاوج، وهما الاتنين بيعملوا بونجا بونجا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا بتقوله ناتاشا ان هي تعبت كتير قوي في حياتها من لما كانت عندها 12 سنه بتبدا تشتغل في البونجا بونجا. لا ثانيه واحده، 12 سنه ما حقها تتعب حقها تتعب. وبتقوله ان امها هي اللي كانت بتجيب لها الزباين، وبصراحه انا قلت من الاول ان هي على وسخ وكانت بتاخد كل الفلوس وما كانتش بترضى تدي لناتاشا حاجه. فبيقول لها مارك يعني انت بتكرهي امك علشان هي السبب انها دخلتك عالم البونجا بونجا؟ بترد على ناتاشا وبتقول له لا انا بكرهها علشان ما كانتش بتديني فلوس تعبي وشقايه. استغفر الله. بنشوف بعد كده ناتاشا ومارك وهما بيقضوا مع بعض احلى واجمل الاوقات. وبنشوف برضو ناتاشا بدات تحب عيله مارك، وبيبداوا هما الاتنين ان هما يحبوا بعض. وبعد كام يوم ام ناتاشا بتاخد جوزها وبيسافروا بره البلد، وبتسيب ناتاشا في بيت مارك. وبالليل بتروح ناتاشا لمارك وبتقوله ان هي مش عارفه تنام. بيصحى مارك من احلى نومه وبيطلع معاها، وبتقوله ناتاشا ان هي بقت حابه العيشه معاه وان هي مش عاوزه ترجع لامها. وبيكون مارك سعيد جدا ان هي مش عاوزه ترجع لامها. ولكن تاني يوم بيرجعوا ام ناتاشا وجوزها من السفر علشان ياخدوا
ناتاشا من بيت مارك. هتقول لي ايه ده، هما لحقوا يسافروا ويرجعوا؟ هقول لك احنا في عصر السرعه والمخرج عاوز كده، فزق اليوم معايا. بس ناتاشا بتقول لامها ان هي مش عاوزه ترجع معاها، وبتتضايق منها امها وبتقول لها مش بمزاجك، وانا عارفه انت عاوزه تفضلي ليه هنا يا قله الادب علشان تعملي بونجا بونجا مع الواد مارك، صح؟ ناتاشا بتتعصب وبتتخانق مع امها وبتقول لها ان هي بتقول اي كلام وان هي ما عملتش بونجا بونجا مع مارك يا بنت الكدابه. وبيشيلهم ابو مارك عن بعض وبيقول لناتاشا ان هي لازم تروح مع امها. وتاني يوم بيروح مارك البيت ناتاشا وبيعتذر من امها لانه عمل بونجا بونجا مع ناتاشا. يا بجحتك يا اخي. وبتقول له ان هي عارفه ان بنتها هي اللي طلبت منه كده، وبتطرده من البيت وتقول له ان هو ما عادش يقابل ناتاشا تاني ويا ريت يبعد عنها. بيرجع مارك للبيت وهو زعلان، ولكن بيلاقي ناتاشا جايه وجايبه معاها هدومها وحاجتها، وبتطلب منه ان هو يسافر معاها على امريكا ويبداوا هناك حياه جديده. وبتقول لمارك ان عمه انفصل عن امها، ولما بيسال مارك عن السبب بتقول له ان امها شافتها وهي بتعمل بونجا بونجا مع عمه. المهم مارك بيسيبها تنام عنده من غير ما يعرف حد من اهله، وفي اليوم ده ما بيعملوش اي بونجا بونجا مع بعض. وتاني يوم مع طلعت الشمس بيديها شويه فلوس وبيقول لها انها تخليهم معاها علشان هتحتاجهم وهي مسافره امريكا. وبنعرف ان مارك ما بيرضاش يهرب معاها، وبيطلعوا بره ومارك بيوصلها للتاكسي وبيرجع للبيت ينام. وبيصحى مارك الصبح وبيلاقي العيله بيسالوا بعض عن سبب انفصال عمه ومرات عمه، ولكن بيعمل نفسه منبنها وما بيرضاش يقول حاجه. وبيطلع مارك بره وبنشوف ان صاحبه بتاع الحشيش بيتصل عليه، ولكن مارك ما بيردش. وبعد كام يوم بيروح مارك البيت صاحبه علشان ياخد منه حشيش، ولكن بيتصدم لما بيلاقي ناتاشا عند صاحبه وبيكون متعصب على الاخر. لا راجل يلا، ومتاكد ان ناتاشا ملهاش امان وانها اكيد عملت بونجا بونجا مع صاحبه. ولكن صاحبه بيقول له يهدى وبيقول له ان هو كان بيتصل عليه علشان يقول له ان ناتاشا عنده، ولكن مارك ما بيكونش بيرد عليه. وبيقول له كمان ان ناتاشا صغيره ومش هينفع تروح امريكا لوحدها. بيبص مارك لناتاشا وهو متعصب، وناتاشا برضه بتكون باصه ليه بغضب. بيرجع مارك البيت وبيفتكر ذكرياته مع ناتاشا وايام ما كانت بتنادي عليه من الشباك، وبيكون حزين جدا وبيعرف ان هو كده خسر حبيبه قلبه ناتاشا واللي سابته علشان تروح لصاحبه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي كتبه لنا المبدع محمد نصار، واللي سجله ومنتجه نور فوكس اللي هو انا عزيزي المشاهد. وطبعا الجرافيك ديزاينر الجميل اللي عمل لنا الثامبنيل اللي لفت نظرك ده عزيزي المشاهد بيكون احمد عاطف. اتمنى عزيزي المشاهد انك تعمل لايك للفيديو علشان تشجعنا ان احنا نستمر في النشر، وتعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتقول لي تحت في الكومنتات تحب المره الجايه نلخص لك فيلم ايه، وايه رايك في قصه الفيلم ده. ويا ريت بقى لما تيجي ترشحوا افلام بلاش الافلام اللي فيها بونجا بونجا كتير عشان بتبقى قلة الادب بزياده. واسلك بقى عزيزي المشاهد، سلام.